عاجل من دقايق قليلة أعلن البنك المركزي نتيجة آخر اجتماع ليه في 2025 بخصوص أسعار الفايدة. فتعالوا نشوف نتيجة الاجتماع جت إيه، وإيه تأثير النتيجة دي خلال الفترة الجاية على الشهادات، وهل في شهادة جديدة ولا لأ، وأيضا تأثيرها على أسعار الذهب. فتابعونا بقى للآخر لمعرفة جميع التفاصيل. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل اي حاجه بنستاذن حضراتكم طبعا لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان نصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه، لانها مهمه جدا زي ما حضرتك شايف. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقه. توقعنا احنا كقناه بنوك مصر، احنا بنتوقع ان البنك المركزي ممكن في الاجتماع اللي جاي، اخر اجتماع في 2025، يخفض الفايده. ممكن التخفيض يبقى في حدود 1%، 1.5%، لكن توقعنا ممكن يبقى حدود 1%. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول. والجزء الصغير اللي حضراتكم سمعتوه وشفتوه ده كان جزء من حلقة التوقعات اللي عملناها أكتر من 12 يوم. وزي ما سمعتم وشفتم كده، توقعنا إن البنك المركزي يخفض معدلات الفايدة في آخر اجتماع ليه في 2025، اجتماع 25/12، تخفيض بقيمة 100 نقطة أساس بقيمة 1%. وبالفعل دي نتيجة اجتماع البنك المركزي اللي أعلنتها لجنة السياسات النقدية من شوية صغيرة، تخفيض معدلات الفايدة 1%. بل كمان إن أغلب الأسباب اللي اتكلم عليها تقرير لجنة السياسات النقدية سبب في تخفيض الفايدة، كان أغلب الأسباب اللي اتكلمنا عليها، وكان أهمها معدل التضخم، وإن البنك المركزي والحكومة نفسها بتبص لمعدل التضخم المستقبلي. البنك المركزي بيبقى متوقع إن معدل التضخم مثلا في الاجتماع اللي جاي في 2026 أو في 2026 كلها إن هو هيسجل انخفاض أكتر من النتيجة الحالية وأكتر من الرقم الحالي، وبناء عليه بيحدد أسعار الفايدة. فهو شاف إن معدل التضخم في 2026 هيبقى فيه مزيد من الانخفاضات، وبناء عليه اتخذ قرار تخفيض الفايدة 100 نقطة أساس. فأصبح سعر الإيداع والإقراض في الوقت الحالي في البنك المركزي بعد التخفيض ده عشان يقفل 2025 ب20% و21% للإيداع والإقراض على الترتيب. طبعا كنا قلنا في حلقة التوقعات إن من الأسباب اللي تخلي البنك المركزي يخفض وتخلي معدل التضخم البنك المركزي ما يبقاش قلقان منه في 2026 انه يحصل تثبيت على الاقل لمده سنه في اسعار المحروقات، والاتجاه لتثبيت اسعار الكهرباء. فدول من شأنهم طبعا ما يخلوش معدل التضخم يرتد تاني بالارتفاع. فكده اجمالي التخفيض اللي عمله البنك المركزي في 2025 على اسعار الفايده 7.25%. خلونا نقول نتيجه الاجتماعات في 2025 على السريع. أول اجتماع كان في 20/2، البنك المركزي قرر تثبيت معدلات الفايدة. تاني اجتماع كان في 17/4 خفض 2.25%. تالت اجتماع كان في 22/5 خفض 1%. رابع اجتماع كان في 10/7 قرر تثبيت معدلات الفايدة. وخامس اجتماع كان في 28 أغسطس 28/8 خفض 2%. سادس اجتماع كان في 2 أكتوبر خفض 1%. الاجتماع السابع كان في 20/11 قرر تثبيت معدلات الفايدة. وادي آخر اجتماع في 25/12 قرر تخفيض 1%، ليصبح إجمالي التخفيض في 2025 كلها 7.25%. طيب ده كده قرار البنك المركزي بتخفيض معدلات الفايدة 1%. ايه اللي هيتم بقى في أسعار الشهادات خلال الفترة الجاية؟ طيب خلونا ناخد الأول، هل هينزل شهادة جديدة ولا لأ؟ كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا لو الارقام فضلت زي ما هي كده وفضلت في التحسن، بل كمان لو البنك المركزي خفض الفايده، هيبقى صعب ان البنوك تنزل شهاده لمده سنه بفايده عاليه، لان هي مش هتبقى في حاجه ليها، لان دي بتنزل لغرض معين وفي وقت معين يبقى التضخم عالي جدا، تنزل عشان تكبح كباح التضخم وتلم السيوله من السوق، وبالتالي انت ما عندكش تضخم مرتفع وفقا للارقام المعلنه من البنك المركزي ومن الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، وبالتالي هيبقى صعب ان هي تنزل في الوقت الحالي او في شهر واحد. واظن اتكلمنا على موضوع الشهاده ده وعرفنا حضراتكم كل التفاصيل
وكل الاراء ورأي رئيس البنك الاهلي وغيره وغيره الفترة اللي فاتت. طيب بالنسبة بقى للشهادات الثلاثية، وركز معايا في النقطة دي، الطبيعي ان طالما البنك المركزي قرر تخفيض معدلات الفايدة، فالفايدة تنخفض على الشهادات الثابتة، وهتنخفض اوريدي على طول على الشهادات المتغيرة، وايضا على حسابات التوفير. طبعا مش اجباري 100% على الشهادات الثابتة وحسابات التوفير، لكن في الاغلب بتبقى ماشية مع القرار. لكن الاجتماع قبل اللي فات، اجتماع 2/10، كان البنك المركزي خفض 1%، والبنوك ما خفضتش الفايدة على الشهادات الثابتة، وكان من المفترض ان هي تبقى مثلا 16% بدل 17. لا، ما خفضوش الفايدة على الشهادات دي. في نقطة مهمة جدا جدا قالها رئيس البنك الاهلي في كلامه، قال ان مش لازم طالما البنك المركزي مثلا بيخفض 5% او 6% تنخفض نفس النسبة على الشهادات. ممكن ما يحصلش كده، فممكن يبقى في اتجاه ان البنك المركزي يخفض الفايدة عشان الاقراض، وده كان قاله برضه رئيس البنك الاهلي وقاله اكتر من حد، ان هو عايز يقلل الفايدة عشان الناس تعرف تقترض، وفي نفس الوقت ما يخفضش نفس النسب على الشهادات، بحيث برضه ان هو يحافظ على الاموال شوية، وبحيث ان يبقى في فايدة عالية شوية تبقى مجدية للناس اللي هي مضطر تكمل في البنوك وتاخد فايدة، ان هو اصحاب المعاشات والناس اللي معتمدة على الدخل الشهري بيساعدها في المعيشة. فممكن ده يحصل. لكن وجهة نظر انا الشخصية ان حصل تخفيض في 2 اكتوبر وما خفضوش الفايدة على الشهادات، ممكن يبقى صعب شوية ان يحصل تخفيض تاني دلوقتي في اخر اجتماع وما يخفضوش الفايدة على الشهادات برضه. فالطبيعي وفقا للي بيتم خلال الفترات اللي فاتت، والطبيعي علميا، ان طالما البنك المركزي خفض الفايدة 1%، في الاغلب الشهادات هيتم تخفيض الفايدة عليها خلال الفترة الجاية، الشهادات الثابتة، وزي ما قلنا المتغيرة اوريدي هيتخفض عليها على طول. وده برضو اللي هنتابعه مع حضراتكم خلال الفترة الجاية، هنشوف هيحصل ولا لأ. والفترة الجاية مهمة جدا جدا، شهر 1 وشهر 2، عشان نشوف اللي هيتم في وضع الشهادات بشكل عام وأشمل. طيب بالنسبة لآخر حاجة في حلقتنا، وإيه اللي هيتم في أسعار الذهب في مصر بعد نتيجة اجتماع البنك المركزي الأخيرة دي. طبعا السعر في مصر حاليا ماشي مباشرة مع السعر العالمي، وفي ارتفاعات متتالية دلوقتي في السعر العالمي، وبالتالي السعر في مصر بيزيد على طول. وايضا اللي يأثر بشكل مباشر وسريع هو سعر الدولار في البنوك، اللي هو يعتبر مستقر في الوقت الحالي. لكن لو ما نزلتش شهادة في شهر 1 تبقى مجدية للناس لمدة سنة، في ناس طبعا هتسحب فلوسها من البنوك. وطبعا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده في حلقة لوحدها، وقلنا ان مش كل الفلوس هتخرج من البنوك للسوق. في ناس هتجدد الشهادات بأي وضع إن كان، في ناس هتروح للذهب، في ناس هتروح لصناديق الاستثمار، لكن قلنا ان في جزء كبير هيروح للذهب، وبالتالي ده ممكن يزود الطلب على الذهب ويقلل المعروض، وبالتالي يرفع السعر اكتر واكتر من ان هو عمال يرتفع بسبب الزيادات في السعر العالمي. فده برضو متوقع يحصل الفترة الجاية. فأي يوم جاي هيحصل تصحيح وهيحصل هدوء في السعر وانخفاض في السعر شوية، هيحصل في العالمي وهيأثر مباشرة في المحلي، تروح تشتري بجزء من فلوسك لو انت مقرر تشتري ذهب خلال الفترة الجاية. بس يا سيدي، ده كان كل موضوع حلقتنا النهارده. اتمنى طبعا ان كل الحلقه لا تعجب حضراتكم واستفدتوا منها ولو استفاده بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناه، ما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. شكرا.